ده الاساس. أوكي. وده الايرادات اللي انا كنت بسمعها، اللي هو كريم جاب كام، سقا جاب كام، طبعا. عز جاب كام. عز بيعمل فيلم هو وسقا، يعني كلهم اساتذه طبعا. يعني طبعا. ده بقى اللي هو في حاجه اسمها ساندرا نشأت مم. بتعمل حاجه اسمها ملاك اسكندريه بتقلب الدنيا. طبعا. ده في حلمي جحيم في بيعمل حاجه الهند. اسمها كده رضا، في جحيم في الهند، اكس مراتي، فاهم سمير يعني وشهير وبهير. انت صايع طول الحلقه في سمير وشهير وبهير. ماشي، لا بهزر. لا. وعايز اقول لك انا بحب الفيلم ده جدا. طبعا. سمير وشهير وبهير طبعا خطير. من احلى الافلام اللي انا شفتها في الفتره دي، اللي خلتني اقول ايه ده في شباب ممكن يعملوا حاجات تعمل حاجه تضرب. يعني صح. الفيلم جودته هي اللي تخلي طبعا. طب نرجع فجأة بقى السينما. طب وانت بتصور؟ لا انا جابني طارق الجنايني استاذنا ماشي. العظيم، عشان بس برضو اقول مش السينما. انا جابني استاذ طارق وبيقول لي هتعمل بطوله فيلم انت ومجموعه من الشباب ومحدش فيهم معروف، وانا عامل ايه في الليله وانا مش معروف. ما انا نسيت اقول لكم ان انا كمان معاهم. لا احنا كلنا لا انا قصدي الفكره ان احنا انتوا فاكرين ان انا بقى انا وانت انتوا عشان عملت راجعيني هوا بطيء. لا هم عارفين كمان، كانوا عارفين. فاهمين الدنيا. كل فاهم لا انا قصدي بقول لك انت هتقول له كده، بقول لك ايوه كلنا يا باشا. انت بتغامر. صح، انت بتغامر موت طبعا. انت باشا. انا بقول لك ما تعملوش. بس قريت الفيلم عجبني. اوكي. حسيته فيه امل. انا اسف على ماشي. لا ده العمق ده صح. حسيت فيه امل، حسيت فيه جون بيجي للدرجه دي. اسال اياد صالح ماشي. لا انا مش ضد. يعني لا يعني قصدي دي اول حاجه قلتها للاستاذ اياد حبيبي برضه وصديقي. قلت له ده فيلم فيه امل. قلت للاستاذ طارق ده فيلم فيه امل، فانا هعمله. مش في دماغي بقى ايرادات ساعتها ولا. اما بدانا نشتغل واستاذ طارق عمل التركيبه دي، وباستاذ رؤوف السيد المخرج بالممثلين وميدو واستاذ بيومي وكازابيرو وغزي سليم الترك وعبد الرحمن محمد ونور ايهاب والتركيبه دي كلها. وبدانا نصور وفي لذاذه بينا، بنعمل بروفات وبنشتغل بقلبنا ومبسوطين. احنا بنقعد 3 شهور مع بعض كل يوم. قلت في حاجه بتحصل، فاهم؟ ده هيجيب ايرادات، ده الحلم بقى. ده اولا ده فيلم كنت بشوفه وانا صغير وكان نفسي اعمله، اللي هو الادرينالين بتاع الجون اللي هو تخرج. عارف انت يا استاذ لما تخرج من السينما عايز تشتغل، عايز تعمل حاجه، خارج حاسس ان انت البطل اللي قاعد ده ايوه مكانه. انت مكان اللي مكانه بالظبط. حاسس ان دول انت مكان كمان اللي جوه المكان افريكانو تيتو السقا وهو بينط، استاذ احمد السقا مكان تيتو وهو بيقلب العربيه وبيعمل الحاجات دي ولابس الضابط فكنت بخرج بادرينالين عالي قوي. اما وانا شغال على الحريفه قلت ده فيلم هيبقى عامل كده، وبقى مؤمن بيه واكتب الفيلم ده ان شاء الله هيجيب ايرادات كذا. وما حدش شايف بقى ايرادات ولا مش ايرادات. بتكتبها في الليج انت.